من خلال تفقدنا لمحطة الحرمين، المحطة المعدة لوجبة للحجاج العراقيين. الحمد لله وجدنا كل شيء على ما يرام من حيث النظافة وكمية الغذاء المتفق عليه، وهو البروست والماء والبيبسي وكاتشب، موجود في سخانات يقدم عند وصول الحجاج. والحمد لله افترينا على كافة أماكن المطعم فوجدناها نظيفة جدا، والحمد لله رب العالمين. الأخوة العاملين فيها جزاهم الله خير، يعني قائمين على واجبهم، ونوجه الشكر لهم، ونسأل الله أن يوفقهم ويجعل عملهم إن شاء الله في ميزان حسناتهم. ومن هذا المكان نبارك لحجاجنا ونتمنى لهم السلامة والقبول والعودة إلى بلدنا الحبيب العراق إن شاء الله رب العالمين. محطة الحرمين محطة الحجاج العراقيين، والمحطة تقع في منتصف المسافة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة بالكيلو 200 تقريبا. هذه المحطة واسعة تستقبل أكثر من 2000 حاج عراقي باليوم الواحد. أول ما نستقبل الحجاج العراقيين ننزلهم من الباصات يروحون إلى المغاسل. تحوي المحطة على أكثر من 150 حمام للنساء وللرجال، كما تحوي على مصلى كبير، والصالة كما ترون واسعة نقدم بها وجبات ساخنة. نحن حجاج بيت الله الحرام من محافظة ذي قار. الوجبة الأولى وصلنا إلى المدينة المنورة يوم السبت الساعة 8 صباحا، وبعدها توجهنا إلى السكن وزرنا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمية البقيع. واليوم بعد صلاة الظهر تم التوجه إلى مسجد الشجرة حيث أحرمنا من هناك، ونحن الآن في الطريق إلى مكة المكرمة لأداء عمرة التمتع إن شاء الله. واليوم إحنا هسه حاليا في كافتيريا أو مطعم الحرمين في الطريق بأعز التقدير، ونحن مشكورين وشكر جزيل من الهيئة، وخصوصا سماحة الشيخ حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد تقي المولى، وكل من يعمل معه في الهيئة، وكل من ساهم بهذا العمل. والله الحمد لله والشكر. المحطة وصلنا إلى المطعم، كانت الخدمات جيدة والأكل بالمستوى المطلوب، والمحطة قدمت أفضل الخدمات للحاج العراقي، فنشكرها جزيل الشكر للمحطة اللي قدمت هذه الخدمات للحاج العراقي. الصراحة يعني احنا عدة مرات جايين باعتبارنا متعهدين، ما وجدنا هذه الخدمة، ما وجدنا هذا الاستقبال. طبعا قبل العراقيين يعني مثل ما تقول ياخذ ارزاق من الشارع او صدقات، لكن الحمد لله الان الحكومه العراقيه والهيئه العليا للحج والعمره وعلى راسها الشيخ المولى الله يحفظه ان شاء الله ويشافيه ويعافيه، يعني العراقي مكتفي ذاتيا، يعني العراقي هو اللي ظل يتصدق على باقي الحجاج من الدول الاخرى. الحمد لله يعني هذه فد كرامه وفد مكرمه للحاج العراقي. فنادق درجه اولى، وجبات طعام زايده، ويعني خدمات كلش زايدة، ونشكر سماحة وبين المدينة والمكة المكرمة في مطعم الحرمين وجبة عشاء في الطريق. الخدمات كانت ممتازة جدا، وكذلك الخدمات على الطريق أيضا، وها هنا نحن في مطعم ممتاز جدا، والأكل حسب الرغبات. الحمد لله. الذهاب من المدينة خدمات جيدة جدا، وذهبنا في طريق مطعم الحرمين قدموا لنا عشاء، ونشكر سماحة الشيخ محمد تقي المولى برئيس هيئة الحج والعمرة، وسلامي إلى أهلي جميعا وأصدقائي وعلى كل من يسأل عني، وشكرا.